هلو يا أبطال الونس، عاملين إيه؟ أنا رجعت بعد غياب فترة طويلة كانت البودكاست متوقفة فيها لظروف خاصة جدا. أنا فقدت أختي الله يرحمها من فترة. الصدمة دي أثرت عليا بشكل كبير، غيرت حاجات كتيرة فيا وفقدت بسببها توازن حياتي كلها. اكتشفت إن الحياة في لحظة واحدة ممكن تتغير تماما وننسى كنا عايشين إزاي قبل كده. زي ما قلت من أول حلقة، الهدف من البودكاست إننا نتعافى سوا. فأنا حابة أشارك معاكم شوية حاجات اتعلمتها في الفترة اللي فاتت دي. الحياة بعد صدمة كبيرة بتتقسم لنصين: قبل الصدمة وبعد الصدمة. وقتها بتتمنى إنك ترجع لنعمة حياتك العادية قبلها. الحزن تأثيره على كل شخص مختلف، كل واحد بيحزن بطريقته. مفيش طريقة صحيحة أو خاطئة للحزن، وما ينفعش يكون فيه مقارنة. المشاعر مفيش هروب منها، لو ما تعاملناش معاها واديناها حقها ما بتروحش. هي بتتراجع أو بتستخبى، لكن مش بتختفي وبترجع، وهتظهر نفسها بأي طريقة حتى لو في شكل أمراض جسدية. باي ذا واي، ده اللي حصل معايا. أوقات الصدمة بتخليك تكتشف حاجات عن نفسك ما كنتش تعرفها، وأوقات بتحولك لشخص جديد، وبتحس بالتوهان وبتفقد إحساسك بالهوية، متكونش عارف أنت مين. وبيكون قدامك حل من اتنين: يا تتقبل إنك هتتحول لشخص مختلف، يا تفضل استك في مرحلة التوهان دي. الشدة والأزمات بتعري العلاقات وبتبين الناس على حقيقتها، ودي أكبر هدية للتعافي، لأنها بتساعدك إنك تفلتر علاقاتك. توقعاتك في الناس مش لازم تكون زي الحقيقة. في ناس قريبة منك بتختفي وقت الأزمة، وناس بعيدة بتيجي تقف جنبك وبتساندك بطريقة تفاجئك. في ناس كتيرة بتيجي تقولك أنا موجودة عشانك، أي وقت تحتاجني فيه قولي بس وهتلاقيني موجود. 98% من الناس دول لما تحتاجهم مش هتلاقيهم موجودين. مش كل الناس بتعرف تدي سبورت، ومش كل السبورت اللي هتستناه هتلاقيه، أو هتلاقيه بس مش بالشكل اللي انت محتاجه. ده مش معناه إن هم وحشين أو they don't care about you، بس ده آخرهم، ده اللي هم يقدروا يقدموه. مش كل الناس اللي بتدخل حياتنا بتدخل عشان تفضل فيها على طول. في ناس بيكونوا موجودين وبيدولك أحسن سبورت في الدنيا وبيشيلوك لحد ما توصل لسيف بليس، بس بعد كده للأسف تدريجيا بينسحبوا من حياتك. في ناس هيكونوا موجودين عشانك طول الوقت بكل طريقة ممكنة، هيخلوك تقول هو أنا عملت إيه أستحق عليه إن ربنا يرزقني بناس حلوة كده في حياتي. الشدة والأزمات بتوريك المكان الصح اللي يستحق كل شخص في حياتك، فتتمسك بالناس اللي فعلا كانوا جنبك نتيجة حبهم ليك ورغبتهم في مساندتك، وتخرج بقى من حياتك الناس اللي خذلوك. انت مش ضعيف عشان احتجت لحد يساندك أو يقف جنبك. انت إنسان وغريزته بتدفعه لطلب المساعدة. متلومش نفسك على إنسانيتك. الحياة مستمرة وما بتوقفش على حد ولا عشان حد. مفيش أي مشكلة لو وقفت شوية من بعيد تتفرج على الحياة وهي ماشية، لأنك مش قادر تمشي معاها، أو مش فاهم إيه اللي بيحصل، أو مش عارف أصلا أنت عايز تمشي معاها ولا تقف مكانك. أنا اكتشفت إني طلعت أقوى مما كنت متخيلة. واجهت لوحدي حاجات كتيرة وعديت بمواقف ما كنتش أتخيل إن أتحط فيها في يوم، لكن ده ما ينفيش إني بحتاج لحد يطبطب عليا أو يسندني وأنا بقع، أو يسمعني ويساعدني في اللحظات اللي أنا بكون منهارة فيها. وأخيرا وأولا، الواحد ملوش غير ربنا ثم نفسه. دي رحلتك انت بس. بعتذر لو موضوع قعدة النهاردة كان بيرسونال أو لو كان المود لو شوية، بس الحياة ups and downs. زي ما في قعدات بنشجع فيها بعض إن نبدأ ونكمل، في قعدات هنفضفض فيها ونساند بعض. لو مريت بتجربة فقد لشخص عزيز عليك بأي طريقة، أو حابب تشارك قصتك أو الحاجات اللي اتعلمتها، أو عندك تبس تساعد في مرحلة التخطي عايز تشاركها معايا، قولي في الكومنتس وخلينا نساعد بعض في الهيلينج. كان معكم هايدي و The Wellness Squad. باي.